بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. يا جماعة احنا النهاردة عايزين نتكلم في قضية مهمة، في موضوع خطير قوي. كتير مننا كتير من الناس بتغفل عنه، كتير مننا بننساه أو بنتناساه. ليه؟ احنا عارفين ان دي حقيقة بس بنهرب منها. مش عايزين نواجه الحقيقة اللي احنا كلنا هنعيشها وكلنا هنشوفها. وممكن الحقيقة دي لو احنا ما درسناهاش من دلوقتي وعرفناها ممكن نندم بعد كده. احنا النهاردة يا جماعة عايزين نتكلم عن الموت. كتير مننا بيتناسى، عارف ان هو هيموت بس بيتناسى ان هو هيموت وعشان يعيش الدنيا. نعرفش ان الدنيا دي كل ما فيها وكل ما عليها حتى ما تكملش ربع نعيم الجنة. يا جماعة انا مش عارف والله. لو قارنت نعيم الدنيا زائد عذاب النار، يعني انت تشوف هتنعم في الدنيا وهتعيش زي ما انت عايش، ومش هتبقى سعيد، والله ما هتبقى سعيد. بس انت هتبقى فاكر انك سعيد وبتتناسى الموت وهتتعذب في القبر، وفوق ده كله هتضيع منك الجنة. عشان ايه ده كله؟ عشان الدنيا ما تساويش حاجة؟ يا جماعة والله ما تساوي حاجة. انا مش عارف الناس بتفكر ازاي. خلينا يا جماعة نشوف يعني الموضوع من الاول. تخيل انت دلوقتي خلاص قاعد اهو في اوضتك، سواء كنت بتعمل معصية او كنت قاعد يعني، او انت ميت على غير صلاة او على غير كده، ما بتطيعش ربنا او كده. تخيل دلوقتي، تخيل خلينا نعيش الموقف مع بعض دلوقتي. تخيل انت قاعد اهو في اوضتك، تخيل مثلا كنت قاعد تتفرج على ماتش كوره، خلينا نقول انك كنتش بتعمل حاجه حرام، بس انت على الاقل ما كنتش بتصلي، ما كنتش بتعبد ربنا، كنت بتقف مع بنات. ما متش على خاتمه، يعني ما متش تتفرج على مواقع اباحيه بتاع، بس انت ما كنتش بتصلي. خلينا نفترض احسن الحلول. انت دلوقتي قاعد بتتفرج على ماتش، بتتفرج على برنامج، بتتفرج على اللي بتتفرج عليه، وجالك ملك الموت وانت فرحان، مثلا الفريق ده جاب جون، الفريق ده مش عارف عمل ايه، وتخيل ودخل عليك ملك الموت مره واحده، هتعمل ايه؟ سالتش نفسك السؤال ده؟ ما سالتش هتقول له ايه لو جه دخل ملك الموت وشفته واتفاجئت بيه وانت بتتفرج على الماتش وخلاص وعرفت ان الدنيا انتهت؟ وهتقول له عايز ارجع تاني عشان اطيعك يا رب، بس خلاص، خلاص راحت منك. والله هتبقى راحت ومش هتستفيد حاجه. صدقني، هتندم والله. دخل عليك ملك الموت، هتعمل ايه؟ قول لي، قول لي قاعد ساكت ليه؟ قول لي هتعمل ايه؟ خلاص اهو ملك الروح بيقبض روح، ملك الموت بيقبض روحك، والناس حواليك عاملين يتفرجوا على الماتش ومندمجين، وانت ملك الموت بيقبض روحك. والله ما حد هينفعك فيهم، لا فلوس ولا اخوك ولا اخواتك ولا ابوك ولا حد هينفعك. مش هينفعك الا حاجه واحده بس، عملك الصالح. يا جماعه احنا الناس بتروح وناس بتيجي وناس بتموت وناس بتعيش، ما بيبقاش غير حاجه واحده بس، ما بيبقاش غير العمل الصالح. والله ما بيبقى غير العمل الصالح. دخل ملك الموت عليك قبض روحك، يا لسه بقى فين بقى؟ عبال ما اخواتك واللي قاعدين معاك خدوا بالهم، يا لا ده عبد الحميد ما بيتكلمش، ايه في ايه بسرعه؟ اتصل بسرعه نقول له راح مستشفى. ها؟ وانت خلاص وانت حاسس بيهم وعارف ان العمليه انتهت خلاص، وعارف ان العمليه انتهت ورايح المستشفى. ها؟ وبعدين؟ محمد بيموت. ها؟ هنعمل ايه؟ دخل غرفه الطوارئ. لا يا دكتور الحقه بتاع. طلع الدكتور بعد ما قعد يحاول وعرف ان خلاص قضاء ربنا نزل، عرف ان خلاص القدر لا مفر منه. طلع الدكتور قال له خلاص البقية في حياتك. خلاص من هنا قصة شريط جديدة، من ساعة ما الدكتور يقول البقية في حياتكم، قصة شريط. انت داخل خلاص يا جماعة، انتوا ما فكرتوش ليه انكم تنزلوا قبر وهتتسألوا فيه وهتتسألوا يوم القيامة؟ فكرتوا في كده؟ والله ما فكرتوا. والله لو حد فكر والله ما يعصى ربنا. صدقوني يا جماعة، لو انت عارف انك هتنزل قبر وهتتحاسب فيه وهتتسأل، هتتسأل من ربك، من هو رسولك، ما هو دينك، هتعرف تجاوب؟ والله ما هتعرف تجاوب. والله لو انت مش على طاعة ما هتعرف تجاوب. طلع الدكتور من المستشفى، الحقوا، الحقوا ده مات، ابراهيم مات، عباس مات، مات، الباقي في حياتكم. وهو صوتوا وعملوا، نفعوك بايه؟ نفعوك بايه؟ الناس كلها الله يرحمه وبتاع، بس نفعك بايه؟ مش هينفعك اللي عملك. انت عملت ايه ترضي بيه ربنا قبل ما تموت؟ ما سألتش نفسك؟ يا اخي فكر يا اخي. والله كان انا ليا احد يعني اصدقائي الله يرحمه، كان ليا معرفة بيه، يعني كان
ربنا يهديه يعني، ربنا يرحمه. كان بعيد عن ربنا، كان يعني تتوقع عمل معاصي، ربنا يغفر له، وداتي بين ايدين ربنا. والله يا جماعة كانت خاتمته أسوأ خاتمة. سبحان الله. يعمل حادثة بالعربية، ويعمل يدخل في عمود نور، وعمود النور يدخل في جسمه. يا على خاتمة، في أسوأ من كده؟ في أبشع من كده؟ ويا ما سمعنا على خواتيم اللي كان طول عمره أحد الناس، طول عمره ما اشتكاش من أي مرض، وما اشتكاش من أي حاجة. سبحان الله. في مرة دخل الحمام، إنه عنده مغص بسيط، ودخل وتعب غير عادي، تعب فظيع، ويدخل وعايز يرجع ويعمل. فمن كتر ما قعد يرجع في الحوض تعب، فقال لك خلاص انا هقعد عشان وارجع في القعده بتاعت الحمام. ربنا يكرمكم يعني، اللي هي السيفون بتاع الحمام، قعد على الارض عشان يعرف ايه يعني يرتاح، ومش قادر من كتر الوقفه تعب. فقعد وحط وشه في السيفون وقعد يرجع، وسبحان الله يجيله ملك الموت ووشه ينزل في السيفون. يا على خاتمه، في ابشع من كده؟ والله صعبه، والله صعبه يا جماعه، يا جماعه والله فكروا، يا جماعه اتقوا ربنا والله، والله تتقوا ربنا. خلاص انت خرجت خلاص الدكتور قال ده مات، خلاص الناس بقى من حواليك زعلوا وبتاع، ها عملوا لك ايه؟ والله ما حد هيعمل لك حاجه، هتتشال، هيشيلوك الناس في الكفن هيشيلوك. وحاجه من الاتنين، يا انت هتقول يا ويلها يا ويلها، اين تذهبون بها، يا اما انت هتكون نفسك ان هم يمشي بيك اسرع وتشدهم لقدام عشان ينزلوك في الارض. خلاص عارف انك عندك اعمال صالحه وبتاع، ها هتعمل ايه؟ هتكون ازاي؟ فكرت هتقول ايه؟ فكرت هتعمل ايه؟ هتنزل القبر، هتنزل القبر، كلنا هننزله. وحاجه من الاتنين، يا القبر بتاعك يكون روضه من رياض الجنه، يا حفره من حفر النيران. فكرت انت في ده؟ فكرت لما تنزل القبر هتعمل ايه؟ والله ما فكرت. يا جماعة، يا جماعة والله أنا بسجل الكلمة دي، والله خايف عليكم. يا جماعة اتقوا ربنا، والله هتنزلوا قبر وهتتحاسبوا، وهتتحاسبوا يوم القيامة، والله وهتندموا، وتتمنوا ترجعوا الدنيا تاني عشان تعملوا وتطيعوا ربنا. يا جماعة لازم والله كلنا نفكر تاني، والله لازم نفكر ونعيد تفكيرنا. الدنيا دي من فاتة، والله ما هناخد منها حاجة. الدنيا دي تيجي ايه في الجنة؟ حد يقول لي متاع الدنيا ده كله يجي ايه في الجنة؟ انت فكرت في الجنة هتكون عامل ازاي؟ انت فكرت؟ طيب انت فكرت لما تدخل النار هيحصل فيك ايه؟ فكرت لما تعصي ربنا هيحصل فيك ايه؟ والله ما فكرت، والله لو فكرت ما هتعصي ربنا. والله كان يقول احد المشايخ، الشيخ اعتقد حازم شومان، كان يقول كلمة جميلة قوي. يقول لك يا اخي انت مش عارف الناس بتبعد عن ربنا ليه. والله لو رئيس الجمهورية دلوقتي لو قال لك انا بحبك، بس قابلني 5 مرات في اليوم، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقابله رئيس الجمهورية بيقول لك انت لو قابلتني ال5 مرات دي احبك وهديك اللي انت عايزه، ها؟ بيقول لك تعالى لي 5 مرات، هو اللي هي يعني هتسأله هيديك وهتعمل. ليه؟ ليه ما نصليش يا جماعة؟ ليه ما نطيعش ربنا؟ والله لو دعينا ربنا لا يستجيب لنا. يا جماعة فكروا تاني يا جماعة، يا جماعة والله أنا خايف عليكم. هنموت والله، والله لا هتموت. والدنيا دي والله ما هتنفعك بحاجة، والله ما هتنفعك بحاجة الدنيا. تيجي ايه الدنيا؟ فكر يا أخي، يا أخي فكر. أيوة فكر، تيجي ايه الدنيا في الجنة؟ وتيجي ايه لما ما تعصي ربنا وتدخل النار؟ ليه؟ أنا والله بتمنى يعني من الناس كلها إنها تعيد تفكيرها من جديد، تعيد تفكيرها. خلاص يعني ممكن تموت النهارده، ممكن تسمع الكلمة دي والله وتموت، والله ممكن انت بتسمعها تموت. فكر تاني وارجع لربنا، وربنا والله لا يغفر لك كل ذنوبك بإذن الله. انا اتقبل تحياتي بإذن الله. والله اتمنى تكون الكلمة دي نفعت حد، اتمنى والله ان هي توصل للناس كلها وتستفيد بيها، وتكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم بإذن الله. ربنا يكرمكم.